النهاردة هنعمل مع بعض أكلة بسيطة وسهلة ولذيذة جدا، ومش بتاخد أي وقت في التحضير، يعني في نص ساعة هنبقى محضرين الأكلة الحلوة دي. أول حاجة هنحتاج من 3 ل 4 كوبايات من الشوربة، بس عشان أنا هعملها صيامي فأنا هعمل بقى شوربة كده صيامي. هحط 4 كوبايات من المية وبضيف عليها ورقتين من اللورة، وكمان بصلة صغيرة كده متقطعة وتلات حبات كده من فصوص الحبهان. هسيبهم كده على النار يغلوا شوية حلوين مع بعض. في الوقت ده أنا هحضر البامية. طبعًا أنا هاعمل هنا الويكة، فالويكة ما بنعملش البامية زي ما هي كده، لازم بنقطّعها قطع صغيّرة زي ما هتشوفوا كده، وعشان دي مجمّدة فإحنا ما بنسيبهاش إن هي تفُك، وهي مجمّدة كده بنقطّعها، بنسيبها بس كده برّه الفريزر بتاع 5 دقايق، وبعد كده نبدأ نقطّعها، لإنها لو طريت مننا مش هنعرف نقطّعها كويس كده. هنا بعد ما كنت سِبتهم يغلوا كده مع بعض بتاع 5 دقايق، هابدأ بقى أشيل ورق اللورا والحبّهان. ممكن تشيلوا البصل لو عايزين، لكن أنا باحب إن أنا أسيبه، وضِفت عليها مكعب من المرقة، وكمان فصّين توم صغيّرين كده مفرومين، وضِفت شوية من الملح، وكده ضبّطت الشوربة بتاعتنا. هاضيف بقى عليها البامية اللي إحنا قطّعناها صغيّر بالشكل ده. وباضيف عليها مكون تاني بيدّيها طعم وريحة تجنن، وهي الكزبرة الخضرا. باخد الورق بس وبافرمه كده شوية، وباضيف بتاع معلقتين كبار من الكزبرة على الويكة بتاعتنا، وبنسيبها بقى تغلي، وكل شوية نرفع عليها يعني الغطا ونقلب، ونغطيها تاني ونسيبها لغاية ما بتستوي. ما بتاخدش وقت، يعني بتاع ربع ساعة كده وبتبقى مستوية. بنختبر طبعًا السوا بتاعها كده، وأول ما بنلاقيها استوت خالص بنرفعها بقى من على النار. طبعًا أصول الويكا الصعيدي في الوقت ده إن هي بتتفرك بقى بالمفراك أو بالخلاط أو الهاند بلندر، بس أنا باحب أسيبها زي ما هي، وباعمل لها بعد كده الطشة. باحط شوية زيت طبعًا أو سمنة لو فاطرين عادي، ونحط بقى معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من التوم. التوم هو اللي بيديها الطعم الحلو، وأول التوم ما بيصفر باضيف عليه معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وبعد كده باطشه بقى كده على الويكا، بتبقى ريحتها بجد تجنن. وكده خلاص بنطفي عليها ونشيلها من على النار. حقيقي لازم تجربوها، أكلة سهلة وسريعة وما بتاخدش أي وقت في التحضير، وطعمها كمان جميل جدًا وخفيفة كده عن اللي بصلصة ومتسبكة يعني. وبالنسبة كمان لكمية الشوربة دي ترجع لكم، أنتم بتحبوا يعني كمية الشوربة تبقى فيها كتيرة أو قليلة. تقدروا بس تستخدموا 3 كوبايات بس، أنا هنا مستخدمة 4 لأن أنا باحب طعم الشوربة بتاعتها. وقدموها بقى بتتاكل بقى مع عيش مع شوية بتنجان كده جنبها وشوية مخلل، بتبقى تجنن. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.